طيب في خطبة النفير العام الشهيرة اللي في مصر، هذه ما تدينك بقضية؟ طبعا أنت اللي مسميها النفير العام، ولا هي لم تكن كذلك؟ ما دعوت للنفير العام؟ لا ما دعوت لا قلت نفير عام، ولا قلت يا ناس اطلعوا جاهدوا في سوريا. الحالة في سوريا لما قصر فيها السياسيون بدأت يعني تخرج من قبضتهم، وأصبح العلماء هم الذين يوجهون فيها، وبالتالي اليوم أعلن النفير العام للجهاد في سبيل الله. دكتور محمد، هذه مقررات قوية بالفعل، ربما هي الأقوى من نوعها، ماذا بعدها؟ ماذا بعدها؟ بقي التنفيذ. موجودة الخطوة. طيب. استنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها، جئت إلى شعب البطولة والشهامة. اجتمع أمس في مصر مئات العلماء والمجاهدين، تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. أن ما هو موجود في الشام هو جهاد في سبيل الله، لكن لم أقل فاذهبوا أيها الناس إلى هنا. أنا لست مجنون أن أقول هالكلام. موجودة الخطوة. طيب. فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد. والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة. أنت كنت تبشر بالخلافة وتتحدث دائما عن الخلافة، وكانت لا لم أكن أفعل ذلك. يا أخي أنا سامع حديث خطبة الحديث واحدة سقت الحديث. أي طيب، سقت الحديث وكبروا الناس والناس أحد الناس كونوا يكبرون، هذا من مسؤوليتي أنا. طيب. موجودة الخطوة. طيب. ثم تعود خلافة على منهاج النبوة، فنحن اليوم ننتظرها. أقسم بالله أنها قادمة، أقسم بالله لكأني أنظر إليها بعيني الآن. هي قضية أنه محمد العريفي استقبل هناك استقبالا لم يستقبله أحد. حكومة الإخوان في ذلك الوقت أعطت محمد العريفي شيء لم تعطيه لأحد. تقول يا عبد الله استقبال